السلام عليكم ورحمة الله. فاز المنتخب الوطني المغربي على نظيره المنتخب البلجيكي بهدفين للا شيء، وكان المنتخب الوطني المغربي يستحق أنه يفوز الأداء الرجولي اللي قدموا اللعابة، مع المنتخب البلجيكي اللي مكلاس المرتبة الثانية عالميا، وعنده أفضل حارس في العالم، وعنده ثالث أفضل لاعب في العالم. الحمد لله فرحانين، ولكن ما خصناش نفرحوا بزاف حيت مازال ما درنا والو، وكينتظرنا الماتش اللي غيكون قوي امام كندا اللي تخسرت رسميا، ولكن غتحط لي فجاه دابا باش ما تخرج بيديها خاويين. مازال كتخصنا نقطه اننا نتاهلوا للدور الثاني، لهذا ما خصناش نوصلوا للعابه باننا فرحنا اكثر من القياس واننا درنا شي انجاز. مازال ما درنا والو، وخاص اللعابه يكونوا مركزين على الماتش الاخر، وخاصنا نفكروا في المباراه الجايه ان شاء الله امام كندا. صحيح اننا درنا مباراه كبيره وبالاداء اللي مزيان امام المنتخب اللي ماشي عادي، وهذا كيرجع الاداء ديال الرجال اللي كانوا تقاتلوا في المباراه وقدموا المستوى العالي. عندنا مدرب كبير وبعقليه شابه وكيقدم ارقام جيده مع المنتخب. هذه استاد المباراه ما خسر حتى ماتش وما تمارك عليه الثابت. هنا كتعرف بلي انه مدرب كيعرف انه يسد على الخصوم، ما علينا نشجعوه ونشجعوا الرجال اللي معاه باش انهم يقدموا شي حاجه مزيانه ان شاء الله. وما نساوش منير المحمدي اللي دخل قدم مستوى كبير، جاو جوج كواري في الشوط الاول وتصداهم، وهما اللي دخلوا في المباراه وقدم مستوى عالي رغم انه لم يكن في الحسبان. ياسين بونو حس بشويه الالم وطلب من المدرب انه يغيره قبل بدايه المباراه باش ما يضيعوش في التغيير، الله يشافيه. منير المحمدي دخل قدم مستوى عالي، وهذا كيخليك انك تطمئن على الشباك بحال بونو بحال المحمدي. دفاعيا كنا مزيانين وفي المستوى بالثنائيات اكرد وسيس، على الاطراف حكيمي والمزراوي، ووسط الميدان حتى هو كان مزيان. وما خلاوش اللعابه ديال الخصم انهم يبانوا، خصوصا هازارد ودي بروين اللي كيقدموا المستوى عالي وكيهزوا وسط الميدان ديال الخصم، وما خلاوهمش يبانوا. وكانت عندنا الفعاليه وكانوا ما كيخليوهمش ياخذوا الكره بزاف، وباستثناء التسديده ديال هازارد. اما بالنسبه للهجوم اللي قدموا مستوى كبير، خصوصا زياج اللي كان رجل المقابله. بوفال حتى هو حاول انه يصحح الاخطاء اللي كانوا في المباراه ديال كرواتيا. درنا الفرص بزاف كما قلت في الفيديو الاخر، قلت غيجيونا فرص وخاص تكون الفعاليه امام الشباك، والحمد لله كانت الفعاليه واستغلينا منهم جوج الاهداف اللي غيخليونا اننا نلعبوا مباراه الاخرى مرتاحين ونقلبوا على نقطه او لما لا 3 نقاط وندوزو متصدرين. الصبير يدخل قدم مستوى رائع، وسجلنا الهدف اللي خلانا ناخذ الثقه وننظموا دفاعيا. صراحه هذا اللعاب ديما كنبغي يكون في التشكيله الرسميه، وديما كنحطوه في التشكيله اللي كنحط قبل الماتش، ولكن وليد ما كيدخلوش، ولكن هو اللي اقرب من اللعابه وقدم مستوى كبير. ومن بعد ما سجلنا الهدف وليد بغى يحتفظ عليه ودخل يميق باش نوليو نلعبوا بخمسه المدافعين، وهذا شيء اللي مزيان ولينا كنقلبوا على لي كونتر. وجاتنا كره استغليناها الحمد لله، سجل منها ابو خلال من بعد ما رجع من الاصابه دخل سجل الهدف، وهذا مزيان ليه معنويا. ومن اول فرصه عبد الرزاق حمد الله حتى هو دخل وقدم مستوى رائع. الكره اللي وصلاتو صيفطها لكورتوا وجاب اول كورنير وساهم في الهدف الثاني اللي سجلو ابو خلال. وغنقول شكرا للوالد والطاقم ديالو على الخدمه اللي كيديروا. صراحه من نهار جا جمع الشمل ودخل في المجموعه جو عائلي، وهذا الشيء اللي كان ناقصنا في المنتخب، وان شاء الله غنوصلوا لشي حاجه مزيانه ان شاء الله في هذا الكاس العالم ان شاء الله. وان شاء الله نتمنوا التوفيق في المباراه الاخرى، نجيبوا منها ان شاء الله نقطه ولا 3 نقاط لما لا، باش اننا ندوزوا للدور الثاني ان شاء الله وحنا مرتاحين بدون حسابات ولا اشياء اخرى. ونتمنوا التوفيق، والسلام عليكم ورحمه الله. اخوان، ما تنسوناش من الدعم ديالكم، الا كنتم مازال ما مشاركينش ما تنسوش تدعمونا على الصفحه، وشكرا.